لكل واحد معلق اشتراك الجيم على شماعة رمضان، الحلقة دي ليك يا بطل. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رمضان مش زي ما أنت فاكر. النهاردة هنتكلم على ممارسة الرياضة في رمضان. ناس كتيرة بتسألني هو أنا ينفع أمارس الرياضة في رمضان ولا لأ؟ ينفع نمارس الرياضة وإحنا صايمين ولا لأ؟ طيب إيه الوقت الصح لممارسة الرياضة؟ وأسئلة كتيرة، فتعال نقول الصح. أولاً رمضان مش سبب لتوقف الرياضة، ولكن المهم جداً والأساس إن احنا نمارس الرياضة في الوقت الصح وبالمدة الصح، وكمان نوعية الرياضة اللي احنا أو التمرين اللي احنا نمارسه. نتكلم الأول على وقت ممارسة الرياضة. أفضل وقت لممارسة الرياضة يا إما قبل الفطار بنص ساعة أو ساعة، أو بعد الفطار بساعتين 3. طيب إيه مدة التمرينة؟ هي بتبقى المفروض تبقى تدريجية، وبنبدأ بنص ساعة في الأول، وبنبدأ إن احنا ندرج مدة التمرينة ونعليها حسب قدرة الإنسان وحسب تحمل جسمه للرياضة. طيب إيه نوعية الرياضة اللي ممكن أمارسها؟ أفضل تمارين تتمارس أثناء الصيام التمارين الخفيفة، المشي أو اليوجا أو الاستريتشنج سبورت. لكن التمارين التقيلة أو تمارين رفع الأثقال فدي بنخليها بعد الفطار. في نصائح ذهبية مهم جدا أن أنت تبقى عارفها في رمضان بالنسبة للرياضة. أولا لازم نشرب مية كتير جدا، لأن شرب المية هيساعد على أنه هيجدد نشاطنا ويساعدنا في التمرينة. نمرة 2، لو أنت هتتمرن بعد الفطار حاول أن أنت تبقى قبل التمرينة ناخد كربوهيدرات تمر ونشرب مية، وبعد التمرينة ناخد بروتين. النقطة الثالثة مهم جدا ان احنا الرياضة تبقى مدتها تدريجية وتزيد حسب وتحمل الانسان للرياضة اللي بيمارس الرياضة يعني. ولو حس بأي تعب أو علامات الجسم أو إشارات الجسم بعتها له زي حس بتعب، حس بدوخة، حس بصداع، لازم يوقف الرياضة مباشرة. الخلاصة، رمضان مش سبب توقف للرياضة، بل فرصة كبيرة علشان ننظم وقتنا ونحافظ على لياقتنا ونشاطنا. وافتكروا دايما ان الصحة والجمال كلمتين لجملة واحدة ولا يمكن يبقوا 2. بحبكم.